خليكي واعية وشاطرة واعملي لهم كل الحاجات اللي بيحبوها واللي بيفضلوا ان احنا نشتريها لهم من بره في البيت بمكونات سهلة وبسيطة جدا جدا. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء وهو السميع العليم. النهارده هنعمل الكوكيز اللي انتوا شفتوه في اول الفيديو دوت في البيت بطريقة سهلة وبسيطة وبمكونات موجودة عندنا في البيت. مش هنكلف نفسنا الا حاجات بسيطة جدا. تعالوا كده اول حاجة نجيب البولة ونحط فيها كوباية ونص سكر، بس انا طحنت السكر. مش عايزة تطحنيه براحتك، بس انا حبيت اطحنه علشان يبقى الخليط كله كريمي وسهل معايا كده. وبعد كده جبت كوباية الا ربع زبدة على زيت، وهندمج بالمضرب السلك لاني مش هشتغل الا بالمضرب السلك علشان يبقى على قد امكانيات اي حد. مضرب سلك بسيط. وبعد كده جبت 3 معالق عسل اسود، ضفتهم على المكونات بتاعتنا علشان المفروض في الخلطة نحط سكر ابيض وسكر بني. فانا ما عنديش سكر بني فحطيت بدلته ب3 معالق عسل اسود. وندمج بقى الكلام ده كله مع بعضه لحد ما يبقى قوام كريمي. بعد كده جبت بيضتين وحطيت عليهم نص معلقة صغيرة فانيليا. وهندمج كل ده مع بعضه، مكونات سهلة وبسيطة وموجودة عندنا في كل بيت. والبيت لازم يبقى يكون بحرارة المطبخ، ما يكونش لسه مطلعينه من التلاجة. هنا بقى جبت عندي 3 كوبايات الا ربع دقيق عادي من بتاعنا العادي المصري. وبعد كده جبت عندي ربع كوباية كاكاو خام، وبرده هنخلها مع الدقيق بتاعنا. وهندمج بقى كل ده مع بعضه، يعني حطينا كل المكونات على بعض 3 كوبايات، 3 الا ربع دقيق والربع كاكاو. وهندمج بقى كل المكونات دي مع بعض كده لحد ما ناخد قوام كريمي زي ايه، ولا بيلزق ولا يبقى ناشف، علشان تبقى العجينة بتاعتنا ناجحة وممتازة 100%. هنا لقيت العجينة بتاعتي لسه محتاجة شوية دقيق، حطيت لها 3 معالق دقيق تاني. وبعد كده هدمجها لحد ما تشوفوا قوامها معايا زي ما انتوا شايفين كده. بصوا ده قوامها المظبوط. جبت هنا عندي بقى شوكولات شيبس وهضيفه في قلب العجينة بتاعتي. طبعا الكوكيز يعني شوكولاتة يا جماعة، اللي احنا بنشتريها من بره بجد بجد بتبقى مكلفة. واحنا طبعا عايزين نعود ولادنا ان احنا نعمل لهم كل الحاجات دي في البيت ونوفر على نفسنا، ويعني ياكلوا حاجة نظيفة انضف من لو احنا بنشتريها من بره. هنا بقى جبت الصواني وحطيت فيها شوية زيت وشغلت الفرن على درجة حرارة 180. وبعد كده طبعا انا سبت العجينة بتاعتي في التلاجة 10 دقايق او ربع ساعة علشان تمسك نفسها شوية، عشان لما اجي اشتغل فيها تبقى ايه ناجحة وكويسة معايا. بس نسيبها على 10 دقايق مش اكتر من كده في الايه في التلاجة. هنا بقى كورت كده العجينة بتاعتي بعد ما طلعتها من التلاجة بعد ما ارتاحت 10 دقايق. كورتها زي الليمونة كده. وبعد كده بغمسها في الشوكولاته الشيبس تاني. وبعد كده بتك عليها يعني ضغطة بسيطة جدا. وبحط يعني وانا حطاها في قلب الصاج او قلب الصينيه بقوم ضغطه عليها ضغطه بسيطه زي ما انتم شايفين كده. هعمل بقى كل الصاج بتاعي او الصينيه بتاعتي بنفس الطريقه وارجع لكم. هنا بصوا بسم الله ما شاء الله، خلصت الصاجين اهو ودخلتهم الفرن. ولما استووا طلعتهم زي ما انتم شايفين بألف هنا وشفا. هنا كانت بردت معايا، رحت جايه بقى هطلعها كده بشويش وهوريها لكم بقى بعد التسوية وبعد شكلها الجميل ده. بسم الله ما شاء الله عليها جميلة. لو احنا هنشتريها من بره الحاجات دي بتبقى غالية جدا بره، وبصوا كلها شوكولاتة. وبره طبعا ما بتبقاش كلها في قلب العجينة نفسها كده الشوكولاتة زي ما انتم شايفين. انا بوريكم بصوا الشوكولاتة من قريب جميلة جدا جدا وطعمها في منتهى الجمال. ودي من الحاجات اللي بتشجع الولاد وتديهم طاقة ونشاط كده على المذاكرة. اتمنى ان الفيديو النهارده يكون عجبكم ونال رضاكم. بالله عليكم فضلا وليس امرا ما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس وتشيروا الفيديو كتير عشان القناة تكبر.